أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نشرة الأخبار نقرأها على حضراتكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. إريتريا تشارك في مؤتمر مكافحة الجراد في جدة. الإريتريون يحتفلون بالذكرى 31 للاستقلال المجيد. مدرسة وينا الفنية تخرج 36 طالبا. تحليق لطائرات حربية أمريكية وكورية جنوبية بعد اختبارات. ولبنان يعتبر استخراج إسرائيل من منطقة بحرية متنازع عليها عملا عدائيا. وبوريس جونسون ينجو من تصويت على حجب الثقة داخل حزب المحافظين. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. تشارك إريتريا في الاجتماع 32 لهيئة مكافحة الجراد في المنطقة الوسطى، والاجتماع 36 للجنة التنفيذية للهيئة المنعقد من 5 وحتى 9 من يونيو في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وأوضح مسؤول مكتب مكافحة الآفات المترحلة في وزارة الزراعة السيد تيدروس سيوم الأعمال والخيارات التي تتبعها إريتريا في استراتيجية المكافحة والسيطرة وتنسيق المؤسسات الحكومية والشعب وشركاء التنمية. وأشاد الاجتماع بتنفيذ إريتريا لتعهداتها وتعبئة الشعب وإدارة برامج مكافحة الجراد الصحراوي عامي 2019 و2020. ويناقش الاجتماع القضايا الفنية والإدارية وسبل تعزيز قدرات الدول لمواجهة تطورات الجراد والدروس المستفادة وتحسين وتطوير عمليات المكافحة والتغيير المناخي ودوره في زيادة وتيرة تفشي الجراد الصحراوي والتقنيات الجديدة المزمع إدخالها في عمليات مكافحة الجراد وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية. الجدير بالذكر أن هيئة مكافحة الجراد في المنطقة الوسطى تأسست عام 1967 تحت إشراف منظمة الزراعة والأغذية الفاو، وتهدف إلى التعاون بين الدول الأعضاء ومكافحة تفشي الجراد الصحراوي وتعزيز الجاهزية للحد من مخاطر الجراد الصحراوي. تعقد اجتماع اللجنة التنفيذية لهيئة الجراد أو مكافحة الجراد الصحراوي تعقد 16 دولة ودولة مراقبة كل عامين. احتفل الإريتريون المقيمون في بلجيكا بعيد الاستقلال يوم 4 من يونيو في مدينة بروكسل. شهد الاحتفال مناشط ثقافية وفنية. وأوضح السيد ميكائيل تسفاي من السفارة الإريترية وحدة ونضالات الشعب في الداخل والخارج للاستقلال والدفاع عنه، مشيدا بالمشاركة النشطة للشباب. وقال سفير إريتريا في الاتحاد الأوروبي السيد ناغاسي كاسا إن صمود الشعب وحكومة إريتريا بالثبات على مبدأ الخيار المستقل حقق الانتصارات في مختلف المجالات، وشدد على ضرورة نقل القيم الوطنية التي حققت هذه الانتصارات إلى الأجيال، داعيا الإريتريين في الخارج لتمتين وحدتهم وتعزيز المساهمة في البرامج الوطنية. خرجت مدرسة وينا الفنية الداخلية في مدينة نقفة يوم 4 من يونيو 36 طالبا، بينهم 18 طالبة بعد دراسة لعامين في البناء. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ قال آب زرقو أن على الطلاب المتخرجين تطوير القدرات المكتسبة بالعمل والجهد المستمر وتعزيز المساهمة في البرامج الوطنية. وأكد ممثل الطلاب على العمل المتفاني المضاعف للشعب والحكومة إدراكا للاستثمار الذي أجري عليهم. في غضون ذلك دشنت في يوم التخريج المرحلة 3 من عملية توسيع مدرسة وينا الفنية. شملت المباني الحديثة المشيدة 6 فصول دراسية ومكتب ومسكن طلاب ودورات مياه وملعب لكرة السلة وخزان مياه، بالإضافة إلى صيانة 80 من الفصول والمساكن. وخرجت مدرسة وينا الفنية التي تأسست في مرحلة النضال عام 1985 خرجت حتى الآن 3079 طالب وطالبة.
أعلن قسم التنمية المعمارية في الإقليم الأوسط بأن البرامج الفعالة المنفذة والخطوات المتخذة للتقليل من مشاكل البنية التحتية في مختلف مناطق الإقليم خلقت الارتياح لدى المواطنين فيما يتعلق بالمعيشة الاقتصادية والاجتماعية. ووفق المعلومات التي أدلى بها القسم بأن الخطط الموضوعة لبناء سدود في منطقتي قلعي وتمامعو الواقعة في المنحدرات الشرقية لتأمين خدمات مياه الشرب، اكتمل بناء سد قلعي الذي يسع ما بين 90 إلى 100 ألف متر مكعب من المياه، فيما اكتمل 60% من أعمال سد تمامعو. كما تم بناء حفائر وخزانات مياه في مناطق الدرفو وماي حنزي وعرب ربوع، وظلت تساهم في تنمية الري إضافة إلى تأمين خدمات مياه الشرب الصالحة وإثراء المياه الجوفية. وقد قام المواطنون بصيانة 30 كيلومتر من الطرق الترابية المتعشبة من طريق كرن أسمرة وكذا طريق أسمرة مندفر الرئيسيين بتكلفة بلغت أكثر من 18 مليون نقفة، لتحصل المناطق التي تمر عبرها الطرق المصانة خدمات مواصلات جيدة. وأفادت المعلومات التي أدلى بها مسؤولو فروع قسم التنمية المعمارية عن تنفيذ مهام صيانة فاعلة تمثلت في سفلتة وتجديد أكثر من 3000 متر من الطرقات الواقعة في ججرت ووسط المدينة وجزبندا ومناطق المكاتب المركزية لوزارتي البناء والصحة، وكذا تجديد 920 متر مربع من الأرصفة. ويجري العمل لتجديد إشارات المرور التي كانت خارج إطار الخدمة لسنوات عديدة. في غضون ذلك أشارت المعلومات إلى بناء فصول دراسية جديدة في إطار الخطوة المتخذة للتقليل من المشاكل التي كانت تواجه مدرسة أسمر الفنية بتكلفة بلغت أكثر من 8 ملايين نقفة، وكذا صيانة البنية التحتية في المؤسسات الصحية والتعليمية. وفي الختام أوضح المسؤولون إجراء عمليات مسح جديدة ل10 مناطق في مديريات سرجقة وقال نفحي وبريخ، مواصلة لأعمال المسح المنتظمة عبر مراحل، وكذلك وضع برنامج لتنفيذ عملية المسح في 25 منطقة أخرى. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أرسلت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة طائرات حربية تشمل مقاتلات شبح للتحليق فوق المياه المحيطة بشبه الجزيرة الكورية في استعراض جديد للقوة بعد اختبارات صاروخية أجرتها كوريا الشمالية مؤخرا بحسب سيول. وشكلت 16 طائرة حربية كورية جنوبية بينها مقاتلات شبح من طراز F-35 و4 طائرات أمريكية من طراز F-16 سريا أو سربا هجوميا فوق بحر الغرب المعروف أيضا باسم البحر الأصفر للرد على تهديدات العدو، وفق ما جاء في بيان لهيئة الأركان المشتركة التابعة لسيول. وتأتي المناورات الجوية التي شاركت فيها حوالي 20 طائرة حربية بعد يوم على إطلاق البلدين الحليفين 8 صواريخ باليستية في بحر اليابان، غضاة اختبارات أسلحة قامت بها بيونغ يانغ أطلقت خلالها 8 صواريخ قصيرة المدى من 4 مواقع مختلفة في غضون 30 دقيقة في أحد أكبر الاختبارات في تاريخها بحسب المحليين. وصف الرئيس اللبناني ميشيل عون أي نشاط إسرائيلي في منطقة بحرية متنازع عليها بأنه يشكل استفزازا وعملا عدوانيا، وذلك بعد وصول سفينة إنتاج وتخزين لاستخراج الغاز لصالح تل أبيب. فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إن الخلاف مع لبنان سيحل دبلوماسيا بوساطة أمريكية. وتقول إسرائيل إن الحقل المعني يقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها وليس في المياه المتنازع عليها.
لكن جاء في بيان أن الرئيس عون بحث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي دخول السفينة المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، وطلب من قيادة الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية ليبني على الشيء مقتضاه. بعدما أطلق 54 نائبا من حزبه الخطوة في أعقاب سلسلة فضائح، فاز رئيس الوزراء بوريس جونسون في تصويت على الثقة، متجاوزا تحديا لقيادته قدمه المشرعون من داخل حزب المحافظين الحاكم. ووفقا لجراهام برادي رئيس لجنة الحزب التي أشرفت على الاقتراع، صوت 211 نائبا محافظا مع بقاء جونسون في منصبه في مقابل رفض 148 في اقتراع سري، ما يسمح له بالبقاء على رأس الحزب والاحتفاظ بمنصبه رئيسا للحكومة. وقاوم جونسون على مدى أشهر الدعوات لاستقالته بعدما بات على إثر الفضيحة التي تعرف ببارتي جيت، أول رئيس لوزراء بريطانيا يخرق القانون وهو في منصبه. في النبأ الأخير، اكتشف مسؤولون في البحرية الكولومبية حطام سفينتين تاريخيتين خلال عملية مراقبة لسفينة سان خوسيه الشراعية الخارقة منذ فترة طويلة في البحر الكاريبي، حسب ما أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي. وغرقت سان خوسيه التي يعتقد المؤرخون أنها تحمل كنزا بقيمة مليارات الدولارات عام 1708 قرب ميناء قرطاجنة الكاريبي في كولومبيا. وقال دوكي ومسؤولون بحريون في بيان مصور إن مركبة يتم التحكم فيها عن بعد وصلت إلى عمق 900 متر تحت الماء، مما سمح بالتقاط مقاطع فيديو جديدة للحطام. وتعد هذه الصور هي الأفضل حتى الآن للكنز الذي كان على متن السفينة سان خوسيه، بما في ذلك سبائك الذهب والعملات المعدنية والمدافع المصنوعة في إشبيلية عام 1655، وطقم طعام مصنوع من الصيني في حالة سليمة. مشاهدينا الكرام، نذكر بالعناوين قبل ختام النشرة. إريتريا تشارك في مؤتمر مكافحة الجراد. الإريتريون في الخارج يحتفلون بعيد الاستقلال. مدرسة وينا الفنية تخرج 36 طالبا. تحليق لطائرات حربية أمريكية وكورية جنوبية بعد اختبارات بيونغ يانغ. لبنان يعتبر استخراج إسرائيل الغاز من منطقة بحرية عملا عدوانيا. وبوريس جونسون ينجو من تصويت على حجب الثقة داخل حزب المحافظين. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.